لو انا بقى عندي كميه صغيره، زرعه 2، بجيب ورود زي الفلوكس والحاجات دي كلها زي دي كده، هل بقى انا محتاج ان انا اقعد اروح اشتري سماد بقد كده في قد كده علشان اسمد نبته او نبتين زي دول؟ مش واقعي خالص. فاحنا ممكن نعمل حاجه لطيفه جدا، هنعمل حاجات اللي هي الوصفات بتاعه البيت بقى، ساعتها هي ده اللي هيفرق معانا. ف ممكن نجيب قشر البيض. قشر البيض ده غني بالكالسيوم وبالبوتاسيوم وفي حاجات كتيره جدا، ففي ناس بتحب تحطه. في ناس انا بشوفهم في فيديوهات بيحطوا كده القشر كامل، ده بيبقى صعب جدا يا جماعه، عشان يتحلل عايز له شهور. احنا لازم نساعد النبات بتاعنا، فنعمل ايه؟ نقوم جايبينه نكسره مثلا، او في هون نفرمه، او في كبه او اي كبه مثلا بهارات، مهم نضربه بحيث ان هو يبقى زي الباودر، بحيث ان انا اعرف ارشه على التربه. فلما اجي اسقي مره 2 3 في ظرف اسبوع او اسبوعين، الباودر ده هيبقى سهل التحلل وهيفيد الزرع بدري. لكن لو انا حطيت القشره كده كامله، حللي بقى عبال ما تبقى هي تتحلل وتبتدي تغذي الزرع. طيب في حاجات تانية زي الشاي. تفل الشاي برضو من الحاجات الجميله جدا، بتزود النيتروجين بالهبل. يعني من الحاجات اللي لو انا عايز ان الورق بتاع الزرع بتاعي يكبر ويبقى لطيف، زي مثلا الدفباخيا دي، بصوا ورقها قد ايه، قد الكف مثلا، كبيره ازاي، قد تقريبا الكف. اوكي، يعني بصوا حتى اهو كفي عليها، بصوا قد ايه. علشان الورقه تكبر كده محتاجه النيتروجين، يبقى النيتروجين ده اساسي، اللي هو الان في الان بي كي او اي حاجه تانية. النيتروجين ده هو ده اللي بيمد الزرعه بالورق الكبير وبيخليها تطول جامد. تمام. البي بتشتغل دايما على الجذور بتاعت الزرعه والستامز بتاعتها. الكي بتبقى على الثمره بتاعت الزرع. يعني لو انا بزرع مثلا برتقان، البرتقانه هي دي اللي بتبقى محتاجه الكي. تاني موضوع الشاي، لما بنجيب مثلا، انا عامله كوبايه شاي عادي جدا ويفضل فيها حبه تفل، اقوم حاطه التفل دوت بقيه الميه اللي فيه في لتر ميه، او ممكن اكبه على طول في التربه بتاعت الزرع. ده بيخلي الزرع يبتدي الجذور بتاعته تشرب بقى كل الفوائد دي من التربه، ويبتدي ورقه يبتدي يبقى احسن. الخضره بتاعته بتبقى بتلمع، الورقه بتلمع، تحس ان الورقه فيها صحه كده وقويه. لما تيجي تمسك الجذع بتاعها او الستام بتاعها، تحس ان هو بيقاوم لان هو شديد، مش مجرد انها تتنيها تبقى مكسوره في ايديك. فالنيتروجين يبقى هو ده السبب ان هو بيخلي النبته قويه جدا. طيب حلو جدا. طيب انا مثلا في زي الخميره، باكل خميره احطه مثلا على لتر ونص او 2 لتر ميه، واسيبها مده لغايه لما الميه تتفاعل وتعمل مع الخميره وتعمل بابلز في النبات نفسه. فالنبات بيفوق بقى، تلاقي مره واحده كده الورقه اللي كانت عامله كده وفي نفش كده وفرش نفسه. فالخميره برضو من الحاجات الجميله جدا. في قشر الموز. قشر الموز مليان بوتاسيوم، يعني اي حد عايز النبات بتاعه يعمل جذور كويسه وورق. هو احنا ما بنقدرش نفصل حاجه وحدها، هما كلهم مكملات لبعض، بس ممكن النبات يبقى محتاج حاجه اكتر من حاجه. يعني محتاج نيتروجين مثلا اكتر شويه من البوتاسيوم، او محتاج كالسيوم، او محتاج زنك، او محتاج حديد، او محتاج مغنيسيوم. فلما انا بسمد حاجه على بعضها، عشان كده انا بحب الحاجات اللي هي الكيميكالز بتبقى شامله كله. فلما بدوبها في ميه وبحطها للزرع، انا كده اديت له كل العناصر اللي هو محتاجها كده هديه. لما كان حاجات البيت بتبقى شويه ممكن تركز على حاجه معينه وتبقى مش مركزه على حاجه تانية. فمحتاج الاول ان انت تعرف الورقه بتاعتك سبب المرض بتاعها ايه، او العرض اللي قدامك ده سببه ايه، وتقدر تعالجه.